وضحت الفكرة. أتمنى إن هي تكون الفكرة وصلت لك. بعد ما تخلص المقالات بتاعتك وتكتبها وتظبطها وتروق عليها، ترجع بقى خالص تاني وتروح على برنامج موني روبوت. موني روبوت بينشر لك المقالة اللي انت بتحطها له في مثلا 100 بلوج على الإنترنت، في مدونة 100 مدونة في مواقع أوروبية أجنبية. بتحط المواقع بتاعتك وهو بينشرها في المواقع ديت من غير ما أنت تعمل أي حاجة. مجرد ما أنت بتديله الكلمات المفتاحية وشرط المقالة بتاعتك، وتحط اللينكات بتاعتك في الكلمات المفتاحية اللي في المقالة ديت. يعني هنا مثلا طريقة تحسين سلوك الذكاء الصناعي يكتشف سر النجاح الآن. ده الكورس بتاع النهاردة. فأنت هنا بتحط اللينكات بتاعتك. أنا هنا أهو حاطط اللينك بتاعي في سيو. هنيجي نبص على المقالة ديت. سيو أهو. ولو فتحت هتلاقي لينك المقالة، أو لينك اليوتيوب، أو لينك الفيس. فأنا هنا بعمل عملية باك لينك، وهو ده اسمه الباك لينك، اللي هي الروابط الخلفية اللي بتساعدك إنك تحسن من الدومين بتاعك، إنه يعلى في الرانك، أو الكلمة المفتاحية بتاعتك تعلى كمان في الرانك. فأنت هنا بتعمل نشر. تعال نبص على الأكونتات اللي هو عملها. عمل حوالي 266 أكونت على مدونة أو بلوجر مختلف. ده كمان بيديك اللينك. يعني هنا ده لينك الموقع. ادي اهوت البلوج ستوري. عنوان رابط تاني. قصة تحسين السلوك بالذكاء الصناعي. عمل لي بلوج. تعالى نبص على حاجة تانية. عندك الويب ديكوريشن. طبعا الكلام ده كله بتفتح نيو تاسك، بتعمل ويب بلوج، ويب بروفايل. عندك السوشيال اند شير. طبعا مش كلها هتبقى شغالة، ان في دومينات بتبقى خلصانة. هنا بيبقى عندك فيسبوك لايك شير، ممكن ما يأكتفش وما يعملش الكلام ده عشان البروفايد بتاع الاكونتات. عندك هنا السوشيال بوك ماركينج، برضو يعني حاجة برضو لذيذة وشغالة. تعال نبص هنا على حملة أنا مخلصها. بتحط هنا اللينك بتاعك، التايتل، الديسكريبشن، وبيعمل هنا 405 مقالة في 405 مدونة. بص، حتى بيديك اليوزر والباسورد عشان لو حابب تخش تتأكد، والإيميل بتاعك اهو كمان. ولو نشر المقالة بتاعتك بيحط اليو ار بتاعك هنا في المقالة بتاعتك. نشوف الحملة ديت ضاف فيها لينكات ولا لأ. ضاف لي هنا اهوت، نزل البوستات ديت. نخش نشوف البوست. ضاف البوست بتاعي. خلينا ناخد الكلمة المفتاحية ديت ونشوف هل أنا تصدرت أصلا فيها ولا لأ. خلينا نفتح متخفي. مش هفتح كود ثواني. جوجل.
مش موجود فيها، المنافسة فيها عالية. بس انت كده فهمت الفكرة ماشية ازاي. انت تستخدم الاستراتيجية دي ان انت تدخل المقالة بتاعتك او تدخل اليوتيوب بتاعك او الفيس او تويتر في صفحات جوجل اللي انت تجيب منها اي ترافيك. فده هيساعدك في تحسين السيو. في عندي هنا حملة برضو انا خلصتها، قصص رعب، ده اللي احنا تصدرنا فيها. طبعا بعد ما اخلص الحملة بتاعتي وعايز انشر، مش هعيد اخليه يقعد يعمل اكونتات من اول وجديد عشان هتاخد معايا وقت. فانا بروح اعمل كده كليك يمين وريست تاسك، واقول له لحد البوستنج ليفل، واقول له نفس الاكونتات. لو عايز اعمل حملة جديدة بروح هاخد البلوج بتاعتي على سبيل المثال، هاخد الحملة ديت واقول له هنا كده نيو تاسك، واقول له هنا مثلا انا عايز بقى انشر على الويكي ارتكل، انشر على ويكيبيديا. افتح ضغطتين كده، احط هنا كده، اقول له بس سيف، اجيب الكلمات المفتاحية بتاعتي. ده بالانجلش. ودي تاج. طبعا انت الكلام ده طبعا تعمله لأي حاجة في الدنيا كلها، اللي انت تحط مثلا آه، لينك جوجل ماب، لينك شركة بتاع عقارات، أساس، صيانة، أي حاجة أنت عايزها، عايز تتصدر في المحتوى بتاعك. أنا عايز أتصدر في الكلمة ديت، فلازم ألعب عليها إن أنا أنزل فيها بوستات وصور فلازم أوصل لأفضل نتيجة ممكنة. ده لينك اليوتيوب. أروح هنا كده على قصص رعب 2024، أخدها كده كلها كوبي، أحطها هنا وأحطها هنا، أقول له هنا سيف، أقول له هنا كده اشتغل ستارت تاسك. بص هنا بيعمل الأكونتات، وهنا بيفتح البراوزر لو أنت عايز تشوف هو بيعمل إيه. بيبدأ يفتح مثلا عدد معين ويبدأ إن هو يدخل يوزر وباسورد ويأكتف الأكونت. طبعا الكلام ده من غير تدخل منك خالص، ويعمل كابشن. فطبعا البرنامج ده مليون في المية مش موجود في أي حتة، ومش هتعرف تلاقيه، وتعرف تلاقي حاجة بديلة زيه. بس لو قدرت إن أنت كحد مبرمج تقدر أنت تعمل سكريبت زي دوت، فدي هيكون حاجة عظيمة جدا للناس، إن أنت تفيد الناس. خلص الروبوت بتاعه، يعمل كرييت اكونت، يركن الاكونت بعد ما يخلص خالص، ويبدأ ان هو بعد كده ينشر على ويكيبيديا بيدج. طبعا انت لو الناس اللي هي شغالة في التوثيق وبتعمل فيرفايد بيدجز، وطبعا ممكن تعمل حاجات انت طبعا وخيالك طبعا انت تبقى عارف. طبعا الكلام ده كله ويكيبيديا لكذا دولة، مش دولة معينة واحدة، لا، يفتح فرنسا، يفتح إيطاليا، يفتح النرويج، يفتح مش عارف تشيلي، يفتح مش عارف ايه، يبدأ إن هو يعمل بلوج خاصة بالحاجات دي. بص هو خلاص خلص، جاب لي إن هو بيقول لي ويلكم ويلكم، واللي ما اشتغلش بيركنه خالص. يبدأ إن هو يعمل تسجيل دخول، يبدأ إن هو ينشر دلوقتي. هقفل هنا كده.
واسيبه مع نفسه خالص، وارجع لكم بعد ما يخلص ونشوف النتيجة بتاعته. او تعالى كده نبص على الباك لينك اللي انا عاملها للمدونة بتاعتي. ادي المدونة وشير، خش على شير هنا، اقول له مثلا ثانية واحدة، تشيك اوت باك لينك، حط هنا الدومين بتاعي، ولا هنا كده تشيك 2500 باك لينك انا عاملهم. هنا دي مقالة بتتكلم عن الدايت والفيجيتابلز والكلام ده كله، ودي القصص، ودي سجين 2023. طبعا الدومين طبعا رايح في داهية أصلا. طبعا انت ممكن هنا تشغل على حسب ما جهازك يبقى مستحمل والرامات مستحملة معاك. يعني انا هنا مشغل حملة واحدة بس. انا هنا ممكن اشغل مثلا الحملة ديت، اعيد عليها تاني بوستنج ليفل، واقول له هنا كده تاسك ستارت، يبدأ ان هو ينشر بس المقالات، مش هيعمل اكونتات جديدة. نيجي هنا نبص لعدد الاكونتات اللي هو كريتهم في ماي اكونت، تلاقي هنا 496 اكونت اتكريته، منهم على ويب 2 بوينت بروفايلز. وهنا هتلاقي الويب ديكوريشن ديركتوريز 233، والسوشيال نتورك بوستس زيرو، الويكلي ارتكل طبعا لسه بيكريت. يبقى انت كده استفدت انك تظبط الرانك بتاع الكيورد بتاعتك. وانا في مش عارف فيديو، بس مش عارف ازاي بتشتغل بصراحة، او هي مش شغالة لاني جربتها. وهنا الترافيك برضو دي كده برضو مش شغالة. عندك هنا برضو السوشيال. البرنامج لما تيجي تسجل فيه بيكون 7 أيام. بتعمل أكاونت من تيمب أو أي موقع بيدي إيميل، وتعمل الأكاونت بتاعك، بيجيلك رسالة على الأكاونت بيقول لك خد السيريال دوت. بتاخد السيريال وتاخد إيميلك وتحط السيريال بتاعك، والأكاونت بتاعك بيفتح بعد 7 أيام. بعد ما تخلص اعمل أكاونت تاني عادي جدا واشتغل، ويبقى انت كده مظبط حالك. بروجكت اهيت، قرب كمان يخلص. عندي برضه لو عايز اعيد بعمل كده برضه تاني ريست، واقول له هنا بوستنج ليفل، واقول له هنا اشتغل. هنا لو قلنا عايز برضه اشغل حملة، بقول له هنا كده برضه بوستنج ليفل اشتغل. طبعا عندك برضه حاجات تانية، list services article directories، وعندك form profile. فورم بروفايل برضه شبه الويكيبيديا باين، أو كروت الشخصية. تكتب هنا about عنك، وتكتب هنا اللينك بتاعك. هنا خلاص بيكريت. مش عارف شغالة ولا لأ، أنا مجربها.
أقول له هنا مثلا هات لي اللي هي الأجنبي ديت. أقول له هنا اللينك بتاعي. مثلا هاخد البيدج. يقول لك ممكن تحط أكتر من لينك. فأنت مقالة بينشر لينك ومقالة تانية بينشر اللينك التاني، ما بينشرش اللينكات كلها، بينوع بين عملية النشر، بيحط لينك ولينك لأ. عايز مثلا تجيب اليوتيوب. بص هنا كده سيف. new verification. أروح الويب سايت أو هو من هيس article type فيها ويب سايت. مفيهاش ويب سايت. خلينا نشوف بعد ما يعمل verification هترجع ازاي. احنا عندنا كام وقت؟ ساعة و16. كده احنا خلصنا الشرح دوت. يبدأ ان هو يجيب فيوهات. طبعا الكلام ده انت لازم تظبطه 100%، وتخلي المقالة بتاعتك لو انت هتنشر بالانجلش يكون افضل، عشان تجيب ترافيك حقيقي انجلش. ترافيك ناس بقى من امريكا، ايطاليا، بولندا، باكستان، بنجلاديش، اللي انت عايزه. فانت تبقى مظبط نفسك على المنتج، ولا على مثلا بتسوق لحاجة، فيبدأ إن هو يظبط لك الرانك بتاع الكلمة المفتاحية اللي أنت شغال عليها. لكن هو مش هيساعدك في إن هو يبقى يجيب لك ترافيك كده بالحب يعني، يجيب لك زيارات بالحب، يرفع المشاهدات عندك. لا، هو بيظبط الكلمات المفتاحية إن يجيب لك الرانك بتاعها عالي، ويقول السيو بتاع جوجل اللي انت راجل تمام والناس بتحبك، فعشان كده الناس حاطة اللينكات بتاعها، عاملة لك منشن في المدونات بتاعتها. مظنش إن أنا هتصدر فيها.
انا قبل ما اطلع انا كنت رقم 8 هنا كده في المحتوى هنا كده، لكن انا هنا بقيت رقم 1 بعد ما كنت رقم 3 هنا. بعد ما عملت الباك لينك اللي احنا عملناه بقيت رقم 1 تاني في الفيديوهات. وطبعا انا هنا كمان في الصور رقم 1. هل في صور تانية؟ هل في مثلا صفحة فيس؟ تمام، يا رب يكون الفيديو خفيف، وما تنسوش ان انتوا تقولوا اهل فلسطين واعملوا سبسكرايب واللايك والكومنت. ولو استفدت يعني سيب اللايك والكومنت، ولو ما استفدتش برضه سيب اللايك والكومنت. ممكن ترجع كده برضه على رواقة وتشرب كوباية القهوة بتاعتك وتشوف الشرح مرة واتنين وتلاتة، وتحط انت افكارك والنتش بتاعك. ان انا مش كل نتش هطلع اشرحه، لا انا بديك التركاية تمشي عليها ازاي وتستخدمها في ايه وتمشي بيها ازاي. انا مش مسؤول عن اي حد يستخدم الكلام دوت في اي حاجة محرمة، طبعا انتوا فاهمين. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عز محمد من قناة من الصفر، وباي. Nope.